في ناس هتقول انت كده بتفيك ومش على طبيعتك وبتظهر حياة غير بتاعتك للناس. تمام، جود لك، اتمنى لك التوفيق وانت بتنزل صور مملة زي حياتك. صور المرتبة اللي بتنام عليها طول اليوم، نزل سكرينات من بابجي اللي بتلعبها 12 ساعة في الاسبوع، صور كتبك اللي بتذاكر منها اللي محدش مهتم يشوفها. خليك على طبيعتك وخلي بروفايلك ممل زيك، يلا براحتك، انا مش هعترض، مش هقول لك حاجة، انت حر، اتفضل مش همنعك. لكن لو انت عايز البروفايل بتاعك يبقى مثير للاهتمام، اللي يدخل عليه يبقى عايز يشوف كل الصور اللي انت نزلتها من اول ما عملت الاكونت، مش كده بس، لا كمان يعجب باللي هو بيشوفه. لو عايز توصل لده حاول تعمل اللي هقول لك عليه النهارده. رقم واحد، لازم تنزل صور ليك انت. انستجرام مش المكان اللي تنزل فيه صور مغنيين وممثلين ولاعيبه كوره وشخصيات انمي. لو عايز تعمل ده ممكن يبقى صوره واحده كل 5 صور ليك. لو عايز تنزل كوتس او جمل تحفيزيه، الكلام ده ليه اكونتات خاصه بيه مش على الاكونت الشخصي بتاعك. لو فعلا عايز تنزل الحاجات دي خليها في الستوريز او خليها بوست واحد بعد كل 4 أو 5 بوستات عاديه. مش عايزين البروفايل يبقى كله كده، ما تنساش ان ده بروفايلك انت. رقم 2، حاول تقلل عدد السيلفي في بروفايلك. مش بقولك ما ينفعش تنزل سيلفي خالص، انا بقولك لما تنزل نزل لسبب. يعني لو خدت سيلفي وانت في ملاهي وانت في حديقة الحيوان وانت مع شلة من صحابك وانت بتعمل اي حاجة مثيرة للاهتمام اكتر من انك واقف في الشارع، لو خدت سيلفي كده نزله عادي. لكن سيلفي ليك وانت رافع الموبايل وخلاص، او واقف في الشارع او نايم على السرير او قاعد على كرسي كده وخلاص من غير اي حاجة، ما تنزلوش. دي صور مش وحشة وانا بنزلها كتير، بس في الستوري هتقعد 24 ساعة وتختفي، مش في بوست. حاول تقلل السيلفيز في الفيد العادي وتصور اكتر بالكاميرا الخلفية. رقم 3، حاول تخلي صورك بتوصل رسالة للناس ان عندك حياة. ما تقلدش اكونتات الفاشون اللي كل صورهم في نفس المكان او في شوارع عادية واخدين بوز. دول موديلز، دورهم يتصوروا بطريقة تخلي اللبس هو اللي يبان مش اي حاجة تانية. الغرض الاساسي من الاكونت بتاعهم انك تركز على لبسهم، لكن انت بتنزل صور على اكونتك الشخصي. مفيش مانع تنزل صور الهدف الاساسي منها انك تعرض الطقم او الاوتفيت بتاعك، بس ما تبقاش كل الصور كده. حاول تخلي اغلب صورك بتعمل فيها حاجة. يعني لو سافرت محافظة اتصور جنب كل معلم اثري، لو رحت تلعب بولينج او رحت كافيه جديد او خرجت مع شله كبيره من صحابك، لو عملت اي حاجه مثيره للاهتمام اكتر من انك واقف كده في الشارع، اتصور في كل الاماكن دي ونزل الصوره. كل ما كان بروفايلك بيقول انك بتعمل نشاطات وبتروح اماكن اكتر وانك انت عندك حياه، كل ما كان البروفايل جذاب اكتر، كل ما هيدي انطباع احسن عنك للناس وهيخليهم حابين يتعرفوا عليك ويعرفوا انت بتحب تعمل ايه يومك ماشي ازاي. رقم 4، اعمل فولو للاكونت بتاعي على انستجرام. الاحصائيات بتقول ان الفولورز بتوعي عندهم احتماليه 235% اكتر من الناس العاديه ان البروفايل بتاعهم يبقى اجمد من البروفايل بتاعي. هتلاقي اللينك تحت الفيديو، اعمل سبسكرايب على طول. رقم 5 وانت اكيد مستنيها، الريلز. في رأيي المتواضع الريلز دي معمولة للأكونتات اللي عايزة تبقى كونتنت كريتور أو اللي عايزة توصل لناس كتير بره دايرتها، مش للأكونتات الشخصية. مفيش مانع تنزل ريل كل فترة، بس ما يبقاش الأكونت كله فيديوهات ومفيش أي صور زي أكونتات الإنفلونسرز، لا ده أكونت شخصي. رقم 6، ما تهملش الستوريز. مش عايزك تهتم بيها قوي وتصور حياتك كلها وتنزل 30 واحدة في اليوم، بس ما تنساش ان في حاجة فوق كده اسمها ستوري، ممكن تنزل فيها حاجة عملتها في يومك، او صورة مش حلوة قوي لدرجة انها تنزل بوست، او صورة سيلفي اللي اتكلمنا عنها من شوية، او جملة عجبتك، او موضوع عايز تتكلم فيه. يعني تقدر تعملها كأنها بوست فيسبوك بالظبط. رقم 7، ما تكتبش قصة حياتك في البايو. مفيش مانع تكتب سنك، بلدك، كليتك، جملة بتحبها، لكن اسماء النوادي اللي بتشجعها والمغنيين اللي بتسمعهم والمسلسلات اللي بتحبها. الكلام ده بيدي انطباع للناس ان شخصيتك وحياتك متمحورة حوالين ريال مدريد ومشروع ليلى وذا اوفيس، واحنا مش عايزين كده، فما تخليش البايو بتاعك اطول من اللازم. رقم 8، اهتم بجزء الهايلايتس الموجود تحت البايو. ما تظلمش الستوريز الحلوه اللي انت بتنزلها انك تسيبها تختفي بعد 24 ساعه. في حاجه عندك في البروفايل اسمها هايلايتس تقدر تشيل فيها الستوريهات القديمه. وعايز اقول لك ان في ناس كتير بتدخل بروفايلك تتفرج على الهايلايتس بس وتمشي من غير ما تشوف البوستس العاديه. مش فاهم ايه الفكره، بس تحس ان في طبيعه بشريه كده بتحب تفتح كل ما هو مدور سواء كان ستوري او هايلايت. فحاول تنظمها وتنسقها بشكل كويس يخلي اللي يدخل يعرف يتفرج عليها. رقم 9، ما تستخدمش فلاتر انستجرام، مش واقعيه وشكلها غريب والوانها فاقعه وراحت عليها من 2018. فكك. عايز تظبط الاضاءه او الالوان، اعمل ده بلايت روم او الاديتور بتاع الموبايل او اي ابلكيشن تقدر تغير فيه الشادوز والهايلايتس. لكن فلاتر انستجرام دي فر منها فرارك من الاسد. ساعات في ظروف معينه وصور معينه تلاقي فلتر من كل 20 فلتر في انستجرام ينفع، بس دي حالات نادره قوي، ففكك وخلاص. رقم 10، حط لوكيشن على صورك. لو خدت
الصوره في بني سويف اكتب بني سويف، لو خدت الصوره في جامعه الزقازيق اكتب جامعه الزقازيق، لو خدت الصوره في مسجد الناصر محمد صلاح بن قلاوون اكتب كده. تقريبا اسمه محمد بن قلاوون بس مفيش صلاح، دي مش مشكله. انستجرام لسبب ما لا اعلمه بيحب الصور اللي فيها لوكيشن وبيخليها تظهر لناس اكتر، وكمان صورتك هتظهر في السيرش لما اي حد يكتب جامعه الزقازيق. دول كانوا 10 نصايح تقدر تطبقهم عشان تخلي الانستجرام بتاعك اروش شويه. الفيديو ده موجه للناس اللي عندها بروفايلات شخصيه مش كونتنت كريتورز، ده موضوع تاني. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه واكتب لي رايك في الكومنتات. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.